مش عايزة حد يطلع ويقول لي إن آلاء طالعة تكسب تعاطف الناس بالفيديو اللي هي طالعة بيه وبالوضع اللي هي طالعة عليه. يا آلاء، أنا عارفة إن انتي رجوعك للكاميرا مرة تانية انتي راجعة متوترة، راجعة عندك خوف، مشاعرك متلخبطة. كلنا والله مقدرين كل الكلام ده، وعارفين حسن نيتك، وعارفين ضميرك، وعارفين وواثقين متأكدين انك بتأنبي ضميرك في المرة او في اليوم مليون مرة. يا بنتي الناس، احنا من بداية شوفتنا ليكي انسانة طيبة، وربنا بيغفر وربنا بيسامح، وكفاية عندنا تأنيب الضمير اللي احنا شايفينه في عينيكي. انتي مش قادرة اصلا تبصي للكاميرا، انتي مكسوفة من اللي انتي عملتيه. انا عارفة ان انتي انسانة ما تتكررش وما تتعوضش، ويا بخت محمد بيكي. والله يا آلاء احنا عارفين ان انتي انسانة بمعنى الكلمة. فرق شاسع، اقسم بالله فرق شاسع، فرق السما من الارض من اللي احنا شفناه. احنا مش هنطلع نفرق بين السلايف، بس عينينا شافت كل واحدة فيكو بتتصرف ازاي او بتعمل ايه. وفاء الفترة الأخيرة كانت ساكتة 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 وطلعت انفجرت. الانفجار ده الله أعلم، هل انت اللي كنت مقسية حمدي على أخوه؟ الله أعلم. هل حمدي فعلا اللي كان طالع وبالتجبر وبالتكبر اللي هو طالع فيه ضد أخوه؟ برضو الله أعلم. الله أعلم مين فيكم اللي كان مقوي تاني على إنه يطلع بالصورة دي ضد محمد أخوه. فرق شاسع بين واحدة تطلع وتقول يا خنزير يا خنازير وتحزبن من كل قلبها حسبي الله ونعم الوكيل يا كلاب يا كدابين. فرق شاسع تماما بينها وبين آلاء اللي طالعة بتتكلم وعينيها مش عايزة تيجي في عينينا، مكسوفة من اللي عملته. بس ربنا بيغفر، وهي عارفة ومتأكدة وقالت ببقها إن ربنا عاقبها في حاجات، لكن هي ما كانتش بتنام، كانت تعبانة، نفسيتها كانت في الحضيض من اللي شافته. أي واحدة فينا معرضة إن حد يصورها في أي وضع. والله أعلم إن ممكن حد مؤذي يخليها في وضع ويصورها أيا كان الوضع بقى. لو أي واحدة اتحطت في موقف آلاء إن هي حد يصورها وجوزها بيضربها وبتتسحل قدام الناس كلها، طبعا البيوت كلها فيها مشاكل، لكن حد يصور بالطريقة دي وبالشكل ده ومن مين؟ من أقرب الناس، من لحم جوزها، أخوه محمد حسن، يعني لحمه ودمه. يعني المفروض انت عرضه، لأن انت مرات أخوه، فده يعتبر عرض وشرف إن الكلام ده كله يطلع من أخوه ويتصور. والكلام ده قالت آلاء إن هو من 2 سنين، يعني المشكلة دي من 2 سنين، جاي تطلعها ليه وبتخبيها وبتبعتها لأخوك اللي في تركيا عشان يعلن عنها قدام العالم كله؟ ليه عملت فيكوا ايه توصلوا بيها للدرجة دي؟ عملت معاكوا ايه عشان تطلعوا تشوهوا في صورتها وفي سمعتها هي واهلها، وتذموا في اهلها وتسبوا فيهم قدام الناس كلها؟ الواحد لما بيخرج عن سيطرته افعاله المدارية بتبان، وده اللي حصل مع حمدي وحصل مع وفاء وحصل معاهم كلهم. هما فعلا خرجوا عن سيطرتهم وطلعوا كل حاجة كانت جواهم متخبية ومتدارية قدامنا كلنا. يعني كان بيطلع عكس ما بيضمروا في نفوسهم وفي قلوبهم، فربنا حب يبين لنا صورتهم على الحقيقة
وفرق شاسع بين آلاء ونهال. نهال اللي طلعت في ستوريهات على الانستجرام ويشاركوها في حفل عائلي بهيج وسهرة ليلية سعيدة، طالعين بيتفرجوا على فيلم كوميدي وبيتريقوا على أخوهم ومرات أخوهم. على الرغم من ان سلفة منهم اللي هي وفاء حبت ان هي تبعد نفسها وما تبينش نفسها عن كل التريقة وعن كل التلقيحات اللي كانت بتتم، ودبش ومش دبش وحرامي ومش حرامي وهيولع في نفسه. كل الحاجات اللي احنا شفناها صدرت من نهال. وفاء وقتها كانت واخدة جنب، مش عايزة تتكلم، مش عايزة تبان وحشة للناس، لكن نهال شربتها. لكن وفاء لما خرجت عن السيطرة طلعت وطلعت كل اللي في قلبها. ووضح لنا مين اللي كان مقوي حمدي. أنا من وجهة نظري أنا عرفت دلوقتي مين اللي كان مقوي حمدي، مع أني كنت واثقة ومتأكدة. ففكرة إن محمد يبعت يجيب حماه وحماته ويعتذر ليهم ويبوس راسهم قدام الناس كلها، دي حاجة تعليه في نظرنا. بعملته دي وبفعلته دي ده واحد ابن حلال مصفي. محمد بني آدم كويس، قلبه طيب فعلا. محمد القلب الحنون زي ما حماه بيقوله. فلما الناس تشوف فيديو زي ده وتتأثر وتعيط وتبكي وتزعل على آلاء، ما بالك هي صاحبة الواقع واللي اتعمل فيها كده؟ ايه موقفها وايه شعورها مع التعب اللي هي متعايشة معاه؟ العصبي السابع اللي مش راضي يخف من عندها، اللي حالتها اتدهورت لما شافت الفيديو ونفسيتها بقت سيئة وبقت في الحضيض. شعورها ايه يا جماعة؟ نحط نفسنا مكانها. والبنت نفسها بدأت تحس بأعراض ان بقها بدأ ينزل تاني وان التعب هيزيد عليها تاني. واتصلت بالدكتورة والدكتورة كتبت لها على علاج وريحها. طب العلاج ريحها، بس قلبها ونفسيتها هل هترتاح؟ هل آلاء هتنسى اللي حصل لها ده طول عمرها؟ مستحيل تنسى. المرض الجسدي أو التعب الجسدي يقدر يتعالج بالعلاج، لكن الروح عمرها ما تقدر تتعالج. طول ما فيها وجيعة وألم مفيش حاجة تداوي أبدا. ففرق شاسع يا بنت الناس، يا بنت الأصول، بينك وبين سلفاتك. احنا مسامحينك يا آلاء ومقدرين اللي حصل، وفي النهاية الاعتراف بالحق أفضل وأفضل أفضل حاجة في الدنيا. وفعلا الاعتراف بالحق فضيلة، يمكن أعظم فضيلة. وقربك من الناس ومحبة الناس ليكي مش بالساهل. اللي بيحب ربه بيحبب فيه خلقه، وإحنا مش ملايكة، إحنا بشر بنخطئ ونصيب. بس لما نخطئ لازم نعترف بغلطنا، وده اللي انتي عملتيه ومحمد عمله، واحنا مسامحينكم لان احنا بنحبكم من كل قلوبنا، وشايفين اللي بيعمل الغلط واللي بيعمل الصح، واللي كان مبين لنا عكس ما بيضمر في قلبه وفي نفسه. وطبعا الفرحة اللي احنا شفناها من ابو آلاء وام آلاء بشوفتهم بمحمد وآلاء، وشوفت ابو آلاء لآلاء بالدنيا وما فيها. ربنا يا رب يخلي كل اب وكل ام لعيالهم، ومحدش يتحرم من حد ابدا يا رب. خاصة لما يبقى الاب حنين والام حنينة، بتبقى الاولاد طالعين على الفطرة حاجة جميلة اللهم بارك. وزي ما احنا شايفين قدامنا محمد وعمار وآلاء، تربية جميلة، تربية على الفطرة، تربية سليمة بعيدا عن المشاحنات والمشاكل والزعل. عشان كده طالعين بصراحة ما فيش منهم اتنين، يعني ما شاء الله عليهم، تربية جميلة. وشوفوا كلمة أبو آلاء لمحمد: انت على راسي يا محمد، مش انت اللي تتأسف لي، أنا اللي أتأسف لك. يعني الكلام يا جماعة طالع كلام من دهب درر وحكم اللي بيقوله، بس للي يفهم. وقال على راسي الصغير قبل الكبير. يعني انتوا عايزين اكتر من كده؟ الراجل مسامح في حقه بشوفة حفيدته، انتوا مش هتسامحوا؟ وحتى ام آلاء قالت
يا محمد اي حاجة تحت رجلك. الناس دي عندها كم من التسامح ما بقاش موجود دلوقتي في مجتمعاتنا. فلما نلاقي ناس زي دي نحطهم في عيوننا ونحوط عليهم، مش نقول عكس كده ونقول ده ناس سحرة، ده ناس بتتعامل مع السحر، ده ناس فيهم وفيهم وفيهم. لا، ده احنا نكسبهم ونحطهم في عيوننا، لان احنا مش هنعوض ناس زي دي تاني. ومحدش يقول ان محمد جايب آلاء ابو آلاء وام آلاء عشان يغص في اهله، مفيش الكلام ده. محمد حاسس بالذنب تجاههم، وده اقل حاجة ممكن يعملها عشان يريح ضميره، وبيعتذر للناس كلها نيابة عن اهله واللي عملوه في اهل آلاء، وده كان اقل حاجة يقدر محمد يعملها تجاههم. ربنا يبارك لك يا حاج رزق في آلاء وفي عيالك كلهم وفي حفيدتك تالين يا رب، وتفرح بيهم. كفاية يا جماعة. بصوا، في نقطة ممكن حد فيكم يلاحظها وحد لأ، بس أكيد معظمكم حسها ولاحظها. الناس لما تبقى في يعني بيئتها أو عيشتها على قدهم، لما يشوفوا بنتهم في مكانة تانية او في وضع تاني اعلى من وضعهم، قد ايه الفرحة بتبقى باينة على. يعني احنا شفنا الحاج رزق هيطير من الفرحة من المكانة اللي بقت فيها بنته، وان هي مع راجل امين يحافظ عليها ويخاف على زعلها، وراجل حقاني ما يجيش على طرف يعني ما يجيش مع طرف على طرف اخر. يعني هو دلوقتي واقف مع الحق، واقف مع مراته اللي اتهانت واتذلت. وعلى الرغم من كده احنا عرفنا ان محمد راجع كلم ابوه وامه وصالحهم. فياريت النفوس تهدى وترجع تاني زي الاول. والله العظيم الزعل ملوش اي 30 لازمة. ده احنا في دنيا فانية، يعني احنا بنقضي فيها كده كام يوم، مش مكاننا وهنسيبها. فنسيبها واحنا نفوسنا متصالحة، نفوسنا صافية، ما نشيلش من حد. مش مستاهلة، والله العظيم ما مستاهلة. والله فرحتنا بالفيديو من أوله لآخره وأنا فاتحة بقي ومبسوطة وسعيدة. ربنا يتم شفاك على ألف خير يا آلاء. انتي بني آدمة جواكي طيب قوي قوي قوي، واحنا عارفين وواثقين ومتأكدين ان انتي ملكيش ذنب في أي حاجة حصلت.